طب ايه؟ ها؟ ايه يا ماما؟ يا ماما انا جعانه قوي، جعانه. حرام والله حرام. جعانه قوي يا ماما، هموت من الجوع. يعني نبقى معانا فلوس كتير قوي وقاعدين في البيت ما عندناش حتى لقمه عيش ناكلها. وهي فين الفلوس دي بس يا نادين؟ ما ديكي شايفه اهو، عمك واخد كل حاجه ومش راضي حتى يدينا ولا جنيه من حقنا. عمي ده منه لله، بس ما تقوليش عمك. وبعدين يا ماما يعني احنا هنفضل ساكتين كده يا ماما؟ ما انا قلتلك نرفع عليه قضيه. ما هي القضيه هتبقى محتاجه فلوس كتير وهتقعد وقت كبير قوي، وفي الاخر ما نعرفش هناخد حاجه ولا لا. وبعدين يعني هنجيب اصلا فلوس للمحامي منين؟ ده احنا يا نادين بناكل يوم و10 لا. يعني خلاص كده هنستسلم؟ مش هناخد فلوسنا؟ مفيش حل يا ماما؟ يعني هيفضل سارق فلوسنا كده واحنا قاعدين ساكتين؟ انا لحد دلوقتي مش قادره افهم بابا عمل كده ليه. اداله الامان وساب له كل فلوسنا واثق فيه، وهو في الاخر يعمل فينا كده بعد ما يموت. خلاص بقى يا نادين يا حبيبتي، اهو الفلوس اللي بتدخل من شغلي بتعيشنا شويه وخلاص، وانتي كام شهر وتتخرجي وتشتغلي ويبقى معانا فلوس كتير. ايوه، اتخرج دي اهم حاجه الحمد لله. انا بقالي 4 سنين بشحت فلوس الكليه من صحابي، واللي تجيب لي اكل واللي تجيب لي عصير. يا ماما كل الجامعه عرفت ان انا شحاته. انا قاعده مستنيه اليوم اللي اتخرج فيه. يلا انا هنزل بقى اروح الكليه بتاعتي، يمكن حد ياكلني هناك وخلاص. بس انتي بقى يا ماما هتاكلي ايه؟ ما تشغليش دماغك بيا يا حبيبتي، انا مش جعانه. وبعدين انا في واحده كلمتني هروح انضف لها البيت كمان شويه، يعني هتديني فلوس وهجيب شويه حاجات للبيت وانا راجعه. معلش بقى يا ماما، هانت. اول ما اتخرج واشتغل خلاص مش هتشتغلي عند حد تاني ابدا. يا رب بس اشتغل شغلانه كويس. يلا سلام، انا هروح اغير هدومي واروح على الجامعه. سلام يا حبيبتي، ربنا معاكي. ازيك يا اميره؟ ايه يا بنتي غريبه يعني؟ ايه اللي مقعدك في المكتبه؟ مفيش، قلت اقعد اعمل البحث بقى اللي مطلوب مننا بدل ما اسقط السنه كلها. ياه، اخيرا خدتي بالك ان في بحث المفروض يتعمل؟ بقولك ايه، تلمي ها؟ بطلي تريقه عليا. وخدي يلا، انا جبتلك ساندوتش معايا ولما اتاخرتي كلته. خدي ده بتاعي انا، يلا كليه، اكيد ما فطرتيش لحد دلوقتي. ياه فعلا، الصديق وقت الضيق. انا مش عارفه اقول لك ايه يا اميره، انا فعلا كنت جعانه قوي. انا عايزه اشكرك على كل اللي بتعمليه معايا. صدقيني والله اول ما اشتغل هردلك كل ده وهديكي كل الفلوس اللي انت اديتها لي. هو انت عبيطه ولا هبله؟ عيب يا نادين اللي انت بتقوليه ده، احنا اخوات على فكره، ما تقوليش كده. بقولك ايه، بصي الولد اللي واقف هناك ده، مش ملاحظه كده اللي هو عمال يبص لنا كده؟ شكله كده معجب بيكي. فعلا انا اخدت بالي ان هو عمال يبص لنا من ساعه ما دخلت. بس يعني اشمعنى معجب بيا انا؟ ما يمكن معجب بيك انت يا سكر. نو مش بيا انا، بيكي انت. ده عينه ما نزلتش من عليكي. بس وطي صوتك، ده باين عليه كده جاي علينا. ده مجنون ولا ايه؟ تفتكري هيقول لنا ايه؟ ايه ده بقى؟ اعملي عبيطه كاننا مش شايفينه. مساء الخير، ازيكم؟ انا اول مره اشوفكم. هو انتوا في الدفعه معانا؟ احنا في الدفعه، ودي اخر سنه لينا، بس احنا مش بنحضر كتير. انا كمان دي اخر سنه ليا. انا مبسوط ان انا شفتكم النهارده. انا اسمي مراد، انتوا اسمكم ايه؟ انا اميره. وانا نادين. نادين؟ الله، اسمك حلو قوي يا نادين. يا سلام يا سلام. وده بقى مين بقى يا ست نادين؟ واهله مين؟ وساكن فين؟ انا عايزه اعرف كل حاجه. مش عارفه لسه يا ماما، بس اكيد هنتعرف على اهله كلهم. هو قال لي كمان ان هو هيتقدم لي اول ما نتخرج. بس عارفه يا ماما، انا مبسوطه قوي بجد. لما تشوفيه هتحبيه. هو ولد محترم جدا وغني ومؤدب، وباين عليه شاطر كمان، وبيطلع كل سنه من الاوائل. يا سلام. ما هي السعاده برضو باينه على وشك. اخيرا يا حبيبتي هفرح بيكي. ايه اخيرا دي؟ هو انت عايزه تخلصي مني ولا ايه يا ماما؟ لو هخلص منك مع حد كويس كده فانا عايزه اخلص منك النهارده قبل بكره. ده على اساس يعني انك بجد هتخلصي مني؟ ده انا هاجي وهجيب عيالي واحفادي واحفاد احفادي ونبرطع عندك في البيت هنا. يلا بقى يا بابا، اتاخرنا على نادين كده، دي وصلت الكافيه بقالها ربع ساعه. طيب يا مراد، انا خلاص بصرح شعر اهو، مش لازم اروح نضيف ومتأنتك علشان اشرفك قدام عروستك يا حبيبي. يا حبيبي انت كده بقيت متأنتك اخر انتكه، ده انت بقيت احلى مني. يلا انا هروح اسخن العربيه بقى لحد ما تخلص، ما تتاخرش عليا يا بابا. ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ مين اللي جابك هنا؟ انت تعرفها دي يا مراد ولا ايه؟ ايوه يا بابا، ما هي دي نادين اللي انا بحبها. ايه ده، انتوا طلعتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ انت تعرفي بابا يا نادين؟ ايه بابا؟ هو ده باباك؟ يعني انت يا مراد طلعت ابن عمي اللي نصب علينا واخد كل فلوسنا؟
انا لو كنت اعرف ما كنتش جيت ولا كنت حتى اتكلمت معاك. اخرسي، هي دي اللي انت عايز تتجوزها؟ دي هي ومامتها يا دوب يشتغلوا عندنا في البيت خدامين، وممكن ما نوافقش كمان. طبعا خدامين، ما انت ليك حق تقول كده، ما انت سارق كل فلوسنا، واكيد انت طبعا يا استاذ مراد متفق مع باباك على كل حاجه. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت كداب، ولو مش فاهم اسال باباك اللي جنبك وهيقولك على كل حاجه. انا مش عايزه اشوف وشك تاني. في ايه يا بابا؟ انا مش فاهم حاجه يا بابا، فهمني. هو انت نصبت عليهم؟ وهي دي فعلا بنت عمي؟ هو انت نصاب يا بابا؟ بابا ارجوك فهمني كل حاجه، انا مش فاهم اي حاجه. خلاص بقى يا نادين يا حبيبتي، انت من ساعه ما جيتي من بره وانت عماله تعيطي، ما تعيطيش بقى، ربنا اكيد هيبعتلك اللي احسن منه. بس اكيد يا ماما، اكيد دي ما كانتش صدفه، اكيد عارف كل حاجه يا ماما، اكيد كان عارف كل حاجه. اهو الباب بيخبط، اما انزل اشوف مين. لا استني يا ماما، انا هنزل افتح. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك عندي البيت؟ امشي اطلع بره، انا مش عايزه اشوفك. نادين اسمعيني، انا ما كنتش اعرف حاجه، صدقيني انا مظلوم، ما كنتش اعرف ان بابا اصلا ناصب على باباكي واخد فلوسكم. طنط قولي لها ان انا ما اعرفش حاجه، صدقيني ما كنتش اعرف اي حاجه، والله صدقوني، وجاي دلوقتي علشان ارجع لكم حقكم كله. ايه؟ ترجع لنا حقنا؟ ازاي يعني؟ ايوه، انا بابا كاتب لي كل الفلوس باسمي، كل الفلوس، وانا عرفت نصيب باباكي كان قد ايه. يا نادين صدقيني انا هرجع لكم حقكم، انا في ايدي كل حاجه، وبس عايزه اتجوزك يا نادين، حتى لو بابا رفض انا عندي شقتي وكل حاجه، ومش هحتاج منه ولا جنيه، وطنط كمان هتيجي تعيش معانا. ها ايه رايك يا نادين؟ ايه رايك يا طنط؟ طب وعلاقتك بباباك؟ انت كده عايز تبوظ علاقتك بيه خالص. انا قلت له ان انا عمري ما هساعده في انه يسرق حق حد، وقلت له كمان ان هتجوز البنت اللي بحبها واخترتها. المهم بقى المهم ان انتوا توافقوا. والنبي انت باين عليك شاب طيب وحنين، انا عن نفسي موافقه. ها يا نادين وافقي بقى، ده باين عليه بيحبك. بيحبني؟ مع اني ما بحبش باباك ابدا، بس انا موافقه يا مراد. بجد انا فرحان قوي، انا بجد فرحان قوي، شكرا قوي انك وافقتي. مبروك يا ولاد، انا مش هلاقي عريس لبنتي احسن منك يا مراد. هو ده هو اللي مش هيلاقي عروسه احسن مني، هو يطول كان يتجوزني؟ ده انا نادين.